ترامب وبوتين اتفقوا على كيفية وشكل إنهاء الأزمة، وبحكم أنه هن أكبر وأقوى دولتين بالعالم، لذلك ما تبقى هو سماع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التعليمات وتنفيذها. هدول قاعدين مثل طلاب حضانة وناطرين التعليمات، لأن ترامب لما التقى مع بوتين كان فعلا لقاء رئيس لرئيس. الصورة عم تحكي عن إهانة أوروبا. لأول مرة أشاهد مثل هذه الصورة والإهانة التي يتعرض لها زعماء دول كانت تحتل نصف العالم. وأوروبا تتحدث كثيرا عن السيادة والاستقلال والحريات وحقوق الإنسان، كله هذا على فكرة يعني بلا طعمة. عند أول إشارة من واشنطن تتحول الاجتماعات إلى درس في الطاعة السياسية وتنفيذ الأوامر. أخيرا، لو كان مجتمع مع رئيسنا هيك كان صرعونا جماعة المثقفين والانفصاليين والفلول إنه شوفوا شلون مقعدوا، وهذا دليل إنه هو إرهابي وما معترف فيه، وما بعرف شو كمان بيطلع معه. سلام.